بصوا بقى الطشه وجمالها. طشه التومه دي بقى في حته تانية، هتاخد الاكله بتاعتنا النهارده دي، هتخلي لنا الطعم في حته تانية خالص غير اللي احنا متعودين عليه. يا ترى عرفتوا احنا هنعمل الطشه دي لايه؟ تعالوا صلوا على النبي في الكومنتات، وحطوا اللايك الحلو بتاعكم كده الجميل اللي بيدعمني ده ويشجعني. وتعالوا هقول لكم احنا هنعمل الطشه بتاعه التومه ديت النهارده لايه. نعملها بقى، هي طشه التومه دي بتتعمل لكذا اكله صح؟ قولي بقى احنا هنعملها لايه. هنا حطيت ايه، معلقه زبده صفرا وكام فص ثوم كده فرمناهم، وشويه من الكزبره الناشفه. الاكله دي بتحب برضه يا جماعه الكزبره الناشفه مع طشه الثوم. زي ما انتم شايفين كده بقى ايه، نخلي الثومه تاخد بس لون كده ذهبي، وبعد كده بنطفي عليها. ما اقولكوش بقى الريحه هنا عامله ازاي. الريحه هنا لا تقاوم لا تقاوم. كل حد دلوقتي لسه ما صليتيش على النبي وعملت اللايك وعملت لي متابعه لاول مره تشوفيني عشان نسلك مني كل جديد لمطبخ خيره وسليم يا حبيبه قلبي. انا بقى عايزه اللون ده كفايه قوي، مش عايزه اكتر من كده. تعالوا بقى نشوف بقى احلى شويه باميه. بسم الله. الله يا جماعه، الله 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 بجد. بصوا بقى. مش عايزه اقول لكم بقى طشه التومه دي بتخلي الباميه عامله ازاي، بتخلي طعمها يبقى رايح فين وجاي منين. شوفوا لي بقى الباميه وجمال الباميه مع التومه والريحه اللي هنا اللي قلبالي الدنيا. مش عارفه اوصف لكم الريحه بجد. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا اولاد، صلوا على النبي كتير 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 كتير، واعملوا اللايك والشير. بحبكم في الله. تعالوا اتغدوا معانا، يلا تعالوا اتغدوا معانا بقى. قولوا هتيجوا تتغدوا معانا منين لو عزمتكم على الغدا.